الجزء الثالث: قطار الربيع العربي والسائق الخفي. لقد أصبح العالم قرية صغيرة بعد ظهور الإنترنت، ويعود الفضل لظهور الإنترنت إلى ذلك الصراع الأمريكي السوفيتي في فترة الحرب الباردة في ستينيات القرن الماضي. نسبة الشباب في المجتمعات العربية تتجاوز 60%، وهم الفئة الأكثر تعرضاً واستعمالاً للإنترنت، وبالتالي هم الأكثر عرضة للأفكار والمعلومات والمعتقدات التي تتداول على شبكة الإنترنت. وفي الوقت الذي لم يكن يسمح فيه بالحشد أو المظاهرات في الشوارع والميادين في الدول العربية، فإنه يمكن للشباب ممارسة ذلك بسهولة في ذلك العالم الافتراضي عبر مواقع كثيرة مثل الفيسبوك وتويتر وغيرها. 96 بتقول إنه بدأت فعلا المواقع دي ب6 ديجريز وكذا موقع لحد ما ابتدى يطوروا المواقع التانية اللي بدأت اللي هي زي الفيسبوك وتويتر وكده. وفي نفس السنة 96 دي على فكرة بدأت الجزيرة، 96 ظهرت برضو دراسة من مؤسسة راند الأمريكية وقالوا إن حروب المستقبل ستدار بالإعلام. يعني هم خلاص الإعلام هو أصبح الأداة الرئيسية. أحد روافدها زي ما حضرتك بتقول مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت بكفاءة عالية جدا جدا فيما يسمى بالربيع العربي، استخدمت بكفاءة عالية جدا في إسقاط ليبيا، استخدمت بكفاءة عالية جدا في إسقاط سوريا والعراق. الحقيقة نفس القصة. يمكن لأي شخص أن يقوم بتصوير أي حدث في الشارع ورفعه على الإنترنت ليشاهده العالم، وبالتالي لم يعد حجب أي معلومة أو حدث مجديا. وهنا يتميز موقع يوتيوب بذلك، فستجد عليه مشاهد فيديو لأي شيء وعن أي شيء، وبالتالي يمكن مشاهدة الحدث إذا ما صوره أحد الأشخاص بجهاز هاتفه المحمول ووضعه على الإنترنت. ومن هنا فإن الإنترنت أو الإعلام الجديد الذي يشارك فيه المواطن كمرسل أو مستقبل أو مشارك في صناعة الحدث نفسه، كل ذلك ساهم بشكل كبير ورئيسي في الثورات العربية التي انطلقت شرارتها من تونس ثم مصر فاليمن وليبيا وسوريا. لكن السؤال: هل تم استخدام هذه المواقع للشبكات الاجتماعية على الإنترنت للحشد والتنظيم للثورات العربية من قبل مواطنين عاديين، أم أن هناك عمل منظم ومتفق عليه بشكل ما؟ مواقع التواصل الاجتماعي هي طبعا بالتأكيد استخدمت استخدام سياسي في المقام الأول. يعني الناس كانت بتتصور أنه هي مواقع لتحقيق نوع من التواصل الاجتماعي والعلاقات وتبادل صور وتبادل علاقات بين الأفراد، لكن دي أصبحت أحد أدوات اللي هي بنسميها الجيل الرابع من الحروب، اللي هي مسألة تجييش الشباب أو تجييش البشر من خلال صفحات، ممارسة الحرب النفسية، ممارسة التضليل أحيانا الإعلامي، تجميع الناس وراء فكرة معينة بالتكرار وبالإلحاح. الصفحات دي يعني عايزة أقول إن هي أحد أدوات الحرب النفسية، ده الاستخدام اللي تم ليها. وممكن الإنسان يكون قاعد مش واخد باله إن هو بيتحط تحت نوع من أنواع السيطرة العقلية دون أن يقصد. يعني اللجان الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الجنود في الحرب، لديهم هدف محدد وهو الحشد والتنظيم والدعوة لحدث ما في مكان ما وفي وقت محدد. صفحة خالد سعيد تنسب للشاب الذي لقي حتفه حسب ما تقول الرواية الشائعة على يد رجال المباحث في الإسكندرية بعد تعذيبه بشكل أودى إلى وفاته. لقد لعبت هذه الصفحة دورا كبيرا ومؤثرا للغاية في الحشد والترويج لثورة 25 من يناير، والتي أطلق عليها في البدايات ثورة الغضب. بدأت الصفحة بنشر الهتافات الموحدة يوم 21 من يناير 2011. لقيت الدعوة استحسان 702 شخص، وبلغ عدد التعليقات نحو 282 تعليقا، معظمها تؤكد على تضامن الجميع لإسقاط النظام. من بين الشعارات التي رفعتها الصفحة ودعت الشباب لرفعها يوم 25 من يناير:
التشديد على الأعضاء في الصفحة بجلب أكبر عدد من الأصدقاء، والتشديد على نبذ الهتافات الطائفية وعدم التعامل بعنف مع جنود الأمن المركزي. نشر تفاصيل أماكن وقفة جمعة الغضب نشرت يوم 27 من يناير 2011، وبلغ عدد التعليقات على الدعوة 2216 تعليقا مؤيدا للبيان. وتوالت الدعوات للجمع التالية من جمعة الخلاص وجمعة الصمود، وخاصة أن دعوة الخلاص 2 فبراير وبلغ عدد التعليقات 7226 تعليقا. وتم تدعيم الدعوة بفيديو يوضح مساوئ النظام طيلة 30 عاما من إدارته للبلاد. صفحة كلنا خالد سعيد كان فيها 2 أدنى، الناس كلها فاكرة واحد تاني منين؟ انتمائه السياسي ايه؟ إخوان مسلمين. عبد الرحمن منصور من إخوان المسلمين. صفحة شبكة رصد. لقد لعبت هذه الصفحة والتي أصبحت موقعا إخباريا لجماعة الإخوان فيما بعد لعبت دورا كبيرا في توثيق أيام الثورة المصرية ووضع الحصاد اليومي لها بدءا من 25 من يناير، وخاصة نشر قائمة بأسماء المحتجزين في التظاهرات وأماكن التجمعات في الميادين داخل القاهرة وباقي المحافظات، وأيضا انسحاب الشرطة من شوارع القاهرة والانفلات الأمني يوم 2 فبراير 2011، وأيضا تسريب بعض الوثائق التي تقول بوضع وزارة الداخلية المصرية خطة لإشاعة الفوضى وأعمال السلب والنهب أثناء تظاهرات جمعة الغضب. شبكة رصد الحقيقة هي ظهرت بمجرد ما بدأت أحداث 25 يناير في نفس التوقيت، وبالعكس كمان كانت بتنزل على النت في وقت حتى اتقطع فيه النت. هي في الأول خالص هي أنت عشان تأثر في الآخرين ما تعلنش عن هويتك، يعني ما تقولش انا اخواني، يعني ما تجيش في الجزيره لو انت عرفت ان هو اخواني يبقى انت فهمت هو بيوجهك لايه، لكن هي الهويه مبهمه لانك انت في الاخر ما تعرفش مين اللي بيحركها. انت بتستخدم الشباب وتقول له يلا روح صور وشارك وانقل لنا، الشباب ده ما تعرفش هو مين، لان انت ما عندكش اولا آلية لتحقيق الانضباط في الرساله، ما حدش بيقدر انه يحاسبك، شباب بيروح يجيب اي حاجه. فقصد ممارسة كل أنواع التضليل ده مثبت. يعني مثلا محمد محمود نفتكرها كلنا، كل ما أتت من صور فيه هي من غزة، مفيش ده. الآلية بتاعت إنك ارجع لأصل الصورة ابتدينا نكتبها على الفيسبوك ونقول للناس تعلموا، مش أي صورة كده تاخدها وتيجي تجري تقول إن دي حصلت. الصورة إنه ضابط أو عسكري بيضرب مواطن، لو انت رجعت لاصل الصوره تكتشف ده في المغرب، عسكري بيجري ورا طفل، لا ده ما كانش ده. انت الفوتوشوب وكل ما تم من تكنولوجيا بقت تخليك على طول تقدر انك انت تشيل شخص وتحط مكانه شخص تاني. لكن مين بقى من الجمهور هيفضل كل ما يلاقي صوره يجري ويشوف اصلها وفصلها ومش عارف ايه؟ دي عمليه صعبه، بس انت عشان كده انت لازم تقول للناس انت مين عشان اعرف انت بتقول ايه. فرصد دي ياما اشتغلت بشكل اساسي ضد الجيش ضد الشرطه، وده كان مطلوب، ده كان مطلوب بشكل والشحن برضو العاطفي للناس، القتلى الجرحى المصابين، لقطه العسكري بيضرب، لقطه العسكري ماسك بندقيه، احنا كجمهور ما نعرفش هي دي بندقيه غاز ولا دي ولا ما احنا مش عارفين في الاسلحه، هو موجهها كده. طب ده معناه ايه يعني؟ وده ما تعرفش معناه ايه. انما رصد دي واتضح انها اخوان. صفحة اجعل صفحة النبي رقم 1 على الفيسبوك، انشرها بقدر حبك للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أفتكر إنه مرة كده قالوا إيه، إنه الماسونيين جايين يعملوا حفلة في الهرم وحفلة الهرم وبتاع وحاجات كده والحق، والمجلس العسكري سابهم والشرطة سايباهم يخشوا يعملوا السحر الأسود. وإحنا بنصدق طبعا السحر الأسود، إنما تستغل إزاي بقى؟ يجيب لك في رصد صورة ليه يقول لك طقوس الماسونيه داخل الهرم، وان الشرطه بتحمي الطقوس الماسونيه. فلما دي تنزل على رصد الشباب بقى حبايبي يعملوا ايه؟ ينزلوا جري بقى رايحين بقى على الهرم عشان ينقذوا مصر من السحر الاسود. طبعا انت عندك الشرطه واقفه لان بتامن المنطقه. تكتشف بعد كده الصوره لما ترجع لاصلها ان اتعمل لها
نوع من المعالجه، ان الصوره دي اللي كانوا جايبين الست نايمه في تابوت الاجنبيه دي صوره اصلها انه ده كان جروب سياحي وفي بنات محجبات وفي جايد سياحي ومرشد سياحي واقف معاهم، وكان الصوره دي ترجع تاريخها ل4 سنين ورا. يبقى انت هنا لما حد يتعمد يعمل ده، يتعمد انه يعمل او يشيطن او يوقع بين اجهزه الدوله وبين الشعب، طب ليه؟ يبقى انا لازم اسال عن الهدف، لازم اسال عن السبب. لما انا اهين بالطريقه دي، او انا اجيب صوره مزوره او متفبركه، واجيب صور دم، واجيب صور ناس متعوره وانا مش عارفه الناس دي منين، ده جابوا صور، ده المذهل ان جابوا صور من اليمن وقالوا دول جرحى محمد محمود، وقالوا غاز الاعصاب والحق، ويتكلم واحد اسمه الدكتور احمد ممتاز، والجيش الحقوا الجيش بيستخدم الخردل، كلام غريب جدا. ويجيبوا ناس بتترعش وفيديو بقى للاثار، وبعدين ترجع بالفيديو تلاقي ان ده من اليمن مش من مصر. هنا مفيش حاجه عفويه، مفيش حاجه اسمها اصل غلطنا، لا، دي خطه محكمه لتهييج الناس واثارتهم عاطفيا وشحنهم عاطفيا، ويخليهم غير قادرين على التفكير المنطقي، ويعمل حاجز بين الشعب ومؤسسات دولته. ما هو الجيش اللي بيستخدم غاز الخردل ده يعني، ولا طبعا، وتبتدي بقى صفحات تانية، لا ده مش حقيقي، غاز خردل ايه ده، اثاره كذا. فانت دايما تحس انك انت في حاله دفاع عن النفس.